السلام الله عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا لاباس وفي صحه جيده. اليوم جيتكم بفيديو جديد ووصفه جديده. كما راكم تشوفوا معجون المشمش، بما انه رانا في وقت المشماش نستغلوا الفرصه هذه ونديروا به وصفات عديده. انا عندي 2 كيلو مشماش، كنت غسلتهم ونقيتهم بيان، نحيت لهم هذاك العظم تاعهم كما راكم تشوفوا. نزيد عليهم ونوزنوه، نوزن المشماش تاعي شحال بلا نواة، وقد ما كان الوزن تاع المشماش نديرو السكر. كان 2 كيلو نحطو 2 كيلو سكر. كيما راكم تشوفوا انا نظفت السكر تاعي ولازم نخلطوه مليح باش يتغطى كامل هذاك المشماش تاعنا بالسكر هكذا كيما راكم تشوفوا. نخلطوه كامل، نغطوه ونخليوه. انا خليته ليله كامله حتى يطلق لنا هذاك السيرو تاعو مليح. وهنا رجعت لكم بعد ليله كامله اللي خليته. شوفوا كيفاش طلق الماء تاعو كامل، وشوفوا السيرو اللي دارو. نتحصلوا على سيرو عاقد كيما راكم تشوفوا. نجيبوا كاسرونه ولا قدره تكون ثقيله، نحطوا فيها المشماش ديالنا ونحطوه فوق النار. شوفوا السيرو كيف يجي، يكون عاقد كيذوب لنا هذاك السكر. نحطوه فوق النار، نضيفوا له نص حبه تاع القرص، سواء تعصريها ولا ديريها هكا. انا كنت قطعتها على نص، والنار تكون قليله كما راكم تشوفوا في الصوره. النار تاعي كانت قليله ونخليوه يغلي. نرجع لكم بعد ما يغلي ان شاء الله. وفي هذه الخطوه لازم نكونوا نبقاو نحركوا باش ما يلصقناش السكر تاعنا. هنا حبيباتي رجعت لكم بعد ما غلالي، بدا يغلي لي. لازم كما راكم تشوفوا هذا الرغوه كامل لازم نحيوها، باسكو هي اللي تخلينا المعجون تاعنا يخسر وما يشدلناش مده طويله. كل ما تخرج لازم علينا نحيوها كامل. وهنا يا حبيباتي كي يغلي لكم تاع المعجون تاعكم وتنحيو كامل الرغوه هذيك، باش تعرفوا اسكو مش المعجون تاعكم عقد مازال، ديروا شويه هكا تاع الاخر تاع العسيله تاعو وحطوها في المجمد. بعد ما تجمد تحصلوا على هكذا. وهنايا عندي هاد البلارات القارورات هادو، كنت غليتهم في الماء مده 15 دقيقه ل 20 دقيقه هكاك، عقمتهم. نجيبوا المعجون تاعي بعد ما طابلي، الوقت اللي استغرقوا باش طابلي من ساعة ونص الى ساعتين. نحط المعجون تاعي وهو بعد ما برد لي، ماشي برد تماما، مازال فيه، مازال شويه دافي. نعمر البلارات تاعي. وهالطريقه هذه لازم تديروها، انك كي تعمري تعاود تغلقي البلاره تاعك وتعاودي تقلبيها باش الغلاق تاعك يزيد تاني يتعقم بهذا الشكل. وفي الاخير هاي لك النتيجه حبيباتي، معجون ولا اروع. كي يبرد لك باش تعرفي كيما نقول يزيد يتقال لك شويه. ان شاء الله يعجبكم الفيديو وتعجبكم الوصفه، وتزوروا قناتي وتخليوا لايك واشتراك وبارطاج مع حباباتكم وتعاليق شابه ان شاء الله. سلام، الى ملتقى ان شاء الله في فيديو اخر ووصفه جديده.